شوية ومش هتبقى شايفهم، بعد ما تتعافى من الخذلان والوجع والألم، وسبحان الله هتبقى شخص تاني، هتبقى شخصية أحسن من الأول، لأنك اتغيرت، عينك فتحت، ربنا علمك، اللي علمك ملك الملوك، بقيت شخصية أحلى، مع إن انتوا أصلا حلوين يعني سبحان الله، يعني بقيت شخصية أقوى وأتقل وأحلى وأجمل، مع إن انت أصلا جميل، يعني انت كنت جميل قوي، ولاد اصول قوي، سبحان الله بتزداد جمال. لكن هما شويه ومش تبقى شايفهم، الناس دي ما بتتشافش، اصل ولاد الاصول هيشوفوا ازاي اللي مش اسوياء؟ ما دول مش اسوياء، هتشوفهم ازاي؟ فدول ما بيتشافوش، يطمنوا، والله لو وصلوا لايه مش ما بيتشافوش يا عيني، ما بيتشافوش، فما تشغلش بالك بيهم، ما تشغلش بالك بيهم، ما تخليهمش يهزوك، اصل هما بيحاولوا يهزوك، بيحاولوا يضعفوك، بيحاولوا يوجعوك. بص هو باصص لك، فالناس اللي هي باصه في عيشه غيرها، الناس اللي هي شاغل باله بيك، طب انت شاغل بالك بيه ليه؟ ما انت افتريت، ظلمت، خذلت، عايز مني ايه؟ هو انا عشان دايما بنور طريقك وكنت بنور طريقكم، اي حد بتكلم على الناس اللي اتخذت واتظلمت، ناس يعني عملت كل حاجة للناس دي وبرضه ما عجبهمش، فهو انا عشان انتوا ناس ولاد اصول وناس محترمة وجدعة ومش شايفينهم، انتوا شاغلين بالكم بينا ليه؟ متشغلوش بالكم بولاد الاصول، خليكم في اللي انتوا فيه، خليكم في اللي انتوا فيه، عشان احنا مش شايفين، شويه ومش هتبقوا شايفينهم الناس دي، بعد هيرجعوا لك وهتشوفهم وهتتخطى، وفجأة هيظهروا سبحان هتضحك ضحك انت فجأة، سبحان الله بعد ما بتتعافى بتلاقيهم يظهروا، اول ما بتثق في نفسك وتبدأ تقوم وبتتعافى هتلاقيهم يظهروا، سبحان الله، سبحان الله، هتضحك ساعتها، هتقول معقولة انا كنت بشوفهم، هتستغرب ساعتها، هيصغروا، هيفضلوا يصغروا يصغروا لحد ما يبانوا على حقيقتهم اللي انت ما كنتش شايفها بالنسبة لك، هو كل واحد ليه اللي زيه، لكن انتوا ناس ولاد اصول عايشين في حياتكم، عايزين تقوموا على رجلكم، عايزين تبدأوا من جديد، عايزين تنسوا اللي فات.